المعدل ما يتبدل. عشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب وصفة كب كيك. يلا نبلش. عندي طحين، كاستين من الحليب، سكر، زيت، وبيض، وكاكاو، حليب باودر، وبيكنج باودر، وفانيلا. أول إشي هون راح أضيف أنا 4 حبات من البيض. هون البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. راح أضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيلا. في ناس هون كمان بحبوا يضيفوا الخل، أنا اكتفيت بالفانيلا. راح أضيف عليهم كاسة من السكر وراح أبلش أخفقهم. طبعا هون إذا بتحب الحلاوة أكل ممكن تضيفي كاسة إلا ربع. هون بعد ما خفقتهم صاروا عندي بهذا الشكل، طبعا لازم يكونوا على بياض. راح أضيف كاسة إلا ربع من زيت الذرة، وراح أضيف عليهم كاستين من الحليب السائل، وراح أضيف 3 معالق من الكاكاو السادة الغير محلى. طبعا لتعزيز النكهة أكثر أنا راح أضيف معلقتين من الحليب البودر، وهي فيك تستغني عنها. راح أبلش أخفقهم مع الطحين، يعني على 3 مراحل لازم يكونوا. هسا راح أبلش أضيف كمان الطحين المرحلة الثانية، وراح أضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وأرجع أخفقهم مع بعض كتير منيح. بعدها راح أضيف الطحين المرحلة الثالثة. طبعا هون بصينية الكب كيك أنا حطيت فيها ورق الزبدة، وراح أبلش أضيف خليط الكيك. طبعا هون لما تضيفي خليط الكيك لازم يكون للنص مش أكثر، هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. هيك بعد ما كملت الكمية الكاملة راح أدخلها على الفرن لمدة 13 دقيقة. هيك بعد ما طلعوا عندي من الفرن، طبعا ما شاء الله ما تتخيلوا الريحة، طبعا وهشة يعني زيادة عن اللزوم، جد لازم تجربوها. ريحة ولا أروع وطعم خيال. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، والسلام.